السلام عليكم. العناية بالشعر بتكون عبارة عن تمشيط الشعر فقط أو غسله وتمشيطه. للتمشيط: 1. اغسلي يديك وحضري الأدوات. 2. تعرفي على المريض واشرحي الإجراء. 3. حافظي على خصوصية المريض بقفل الستائر. 4. اسألي المريض عن نوع شامبو أو كريم مفضل، أو درجة حرارة مفضلة للمياه، أو نوع المشط، أو طريقة معينة للتمشيط، أو وجود أي موانع لغسل الشعر. 5. ارتدي قفاز نظيف. 6. حطي الفوطة الخاصة بالمريض على كتفه بالشكل ده. 7. قيمي حالة الشعر، واللي قد يكون مستقيم أو مجعد أو متشابك أو يتساقط. قيمي ملمسه، قد يكون دهني أو خشن أو ناعم. قيمي فروة الرأس، قد يكون بها حشرات أو علامات عدوى أو فروة جافة. 8. حطي المريض في وضعية الجلوس إن أمكن. 9. رشي مياه بالبخاخة لتسهيل التنشيط. 10. ابدأي بتمرير أصابعك في الشعر لفك أي تشابك في الشعر، ثم قومي بالتمشيط من الأسفل للأعلى. لو في كريم أو زيت معين حطيه أثناء التمشيط. لغسل شعر مريض السرير: 1. لازم تتأكدي من التقرير الطبي وتتأكدي من عدم وجود أي إصابات في رأس المريض. 2. اتعرفي على المريض بوسيلتين على الأقل: الاسم والاي دي وتاريخ الميلاد. 3. قدم نفسك وقم بشرح الإجراء للمريض. 4. احضار الأدوات اللازمة واللي هنتعرف عليها في الفيديو. 5. لو ممكن حط المريض مستلقي على ظهره أو على إحدى جوانبه. 6. ارتدي قفاز نظيف. 7. تقييم حالة الشعر وفروة الرأس زي ما وضحنا. 8. بعد ما ترفعي جانب السرير ارفعي المريض لمستوى مناسب لك. 9. شيلي المخدة وحطي مفرش جلد مضاد للماء. 10. ضعي المريض على طرف ركن السرير كده، ثم وضع مفرش جلد بعد لف حوافه بالشكل ده، وتكون نهايته في الطبق. أو لو متوفر حوض شامبو زي ده بتضعيه تحت رأس المريض بحيث يفرغ في الطبق. 11. حطي منشفة ملفوفة تحت رقبة المريض. 12. افردي منشفة على صدر المريض وأكتافه. 13. مشيط الشعر لفك أي تشابك موجود ليصبح جاهز للغسل. 14. حطي منشفة صغيرة على الوجه، ويجب وضع قطن في الأذن. 15. قم بتحسس درجة حرارة المياه ثم وضعها ببطء على الشعر لحد ما يتبلل بالكامل. 16. حطي شامبو وبأطراف الأصابع وابدأي في التدليك بحركة دائرية كده. بتبدأي بالجنبين وبعدين فوق، وبعدين ترفعي راسه وتدلكي خلف الرأس. 17. حطي مياه لشطف الشعر من فوق إلى أسفل في اتجاه واحد. لازم تتأكد إن المية بتمشي في اتجاه الطبق. 18. للتنشيف حطي فوطة جافة تحت رأسه بالشكل ده، وبعدين لفيها على شعره. شيلي المنشفة اللي على الوش ونشفي أي شيء موجود على الوش. 19. بعد تفريغ الحوض من المياه شيليه من تحت رأس المريض وضعيه على الترابيزة.
يجب تنشيف رأس المريض جيدا حتى لا تتبلل المخدة. 20. مشيط الشعر كما وضحنا. لو المريض بيفضل كريم أو نوع زيت معين حطيه أثناء التمشيط. لو الشعر مجعد أو خشن ابدأي بالتمشيط من الأسفل أو الخلف. امسكي خصلة كبيرة وابدأي بالتمشيط من الأطراف، ثم من المنتصف، ثم من الجذور، وهكذا على كل خصلة من الشعر. 21. ارجعي المريض لوضعيته المريحة، وضعي مخدة تحت رأسه لو ده كان أفضل ليه. 22. ارفعي جانب السرير. 23. إزالة الأدوات لغسلها. 24. اخلع القفاز وقم بغسل يديك. لو هتعمل رعاية بالشامبو كاب حطي منشفة على الأكتاف كده. ارتدي قفاز نظيف. ابدأي بالتمشيط الشعر من الأطراف حتى الجذور. افتحي الحقيبة. افردي الكاب ولبسه لها كده. لازم يكون كل الشعر داخل الحقيبة. ابدأ بعمل تدليك كده لمدة 3 دقايق أو أكتر لو الشعر طويل. بعد الانتهاء ارمي الكاب في الكمامة. بمنشفة المريض ابدأي بتنشيف الشعر. بعد الانتهاء شيلي الأدوات واخلعي القفاز، ثم قومي بتعقيم يديك. لا تنسى دعمنا بلايك ومشاركة للفيديو مع أصدقائك ليستفاد الجميع. شكرا.